السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما تعودنا مع حضراتكم هننفذ موديل جديد، وقبل ما نبدأ نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. النهاردة جايلكم بموديل جميل جدا جدا جدا، اللهم بارك. موديل بجد تحفة يا بنات. طبعا معظمنا مش بيلاقي موديلات من ال2 سنتي. طبعا انا جايبه لكم النهارده موديل اللهم بارك جميل جدا 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 من الستان ال2 سنتي والاورجانزا او ال2.5. ان شاء الله باذن الله هنعمل الطريقتين مع بعض النهارده، سهلين وبسيط جدا. هما الاتنين نفس المقاسات ونفس كل حاجة. التغيير بس في بدل ال2 سنتي هيكون 2.5. انا عملت ده بال2 سنتي وعملت ده بال2.5 يا بنات. الاتنين اللهم بارك. عملت بالمضلع واشتغلت بالدبل فيس. اشتغلت بالستان المضلع مع الاورجانزا والدبل فيس مع الاورجانزا، وزي ما انتم شايفين كده معاكم الشغل اللهم بارك جميل جدا. عجبتني النتيجة جدا جدا جدا. وطبعا هنا برضو اشتغلت بالقماش الجديد اللي هو المشجر دوت. طبعا معظمنا عنده الخامة بس مش لاقي لها موديلات. طبعا الموديل جميل جدا 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 مع الدبل فيس، وينفع كمان بالستان العادي تحت الخامة دي. تمام. اما بالاورجانزا خليكي في المضلع. شايفين يا بنات الحلاوه والجمال النهارده؟ اللهم بارك. انا من حلاوه الكارت يا دوبك قفلتهم وقلت لا لازم اطلع معاكم على طول بالطريقة، ما تأخرش عليكم، لان بنات كتير كلمتني على شغل الاورجانزا والستان ال2 سنتي، طالبين مني موديلات جديدة. طبعا بسم الله ما شاء الله عجبني جدا جدا جدا، هادي وكيوت وامور جدا ال2 سنتي. طبعا هنبتدي ناخد المقاسات مع بعض ونبتدي نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الطريقة سهلة جدا يا بنات، ومش بياخد وقت خالص. بتمنى الموديل يعجبكم، وبتمنى كل اللي يشوف الفيديو يتابع القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتابعوا معانا للاخر عشان تنبهروا بالنتيجة معايا. طبعا يا بنات في ناس كتير بتسمع الفيديو حتى مش بيهون عليها ان هي تحط لي لايك ولا تحط لي كومنت تشجعني بيه. فطبعا ده بيخلي عندي احباط، فبتمنى كل اللي يشوفوا الفيديو يحط لايك وتعليق فضلا منكم وليس امرا. ربنا يجعله في ميزان حسناتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هنا هنشتغل بالستان عرض 2.5 يا بنات. تمام. دبل فيس. انا هشتغل بالدبل فيس مع الخامة اللي هي الاورجانزا في المضلع دي. تمام. حبيت اجرب بيها ولقيت النتيجة بتاعتها مبهرة جدا، فقلت لازم اطلع معاكم بالطريقة. هنحتاج عرض 2.5 سنتي يا بنات. تمام. وهنحتاج طول بسم الله 37 سنتي. تمام. بتمنى تكون المقاسات واضحة معاكم. القطعة التانية هنحتاج عرض 2.5 برضو. تمام. وطول هي 22 بس يا بنات. تمام. طول 22 سنتي. تمام يا بنات. بتمنى تكون المقاسات واضحة معاكم. تمام يا بنات. هنبتدي نشتغل بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا مشيطه الستان، مش هنحدد منتصف ولا اي حاجه يا بنات. تمام. انا مشيطه الستان قبل ما ابتدي معاكم. تمام. هنبتدي نعمل اول خطوه بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا مشيطه الستان ولازقاهم في بعض يا بنات. تمام. طريقه سهله وبسيطه ومش مكلفه خالص. هنبتدي نعملها بالشكل ده. طبعا بسيطة وسهلة خالص يا بنات. هنبتدي نلزق الجوانب في بعض بالطريقة دي يا بنات. تمام. عشان يسهل علينا الشغل. تمام بالطريقة دي. تمام يا بنات. بس نتأكد ان كل الجوانب لازقة معانا كويس بالطريقة دي. شايفين يا بنات؟ بس كده عملنا اول جزء. تمام. الجزء التاني هنحتاج معانا دبوسين. تمام. بالطريقة دي هنجيبوا دبوسين معانا. تمام. هنبتدي نقيس 7 سنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. 7 سنتي يا بنات. تمام. ونبتدي نحط اول دبوس معانا بالطريقة دي.
تمام يا بنات، نتأكد ان هما 7 سنتي مظبوطين اهو. تمام، هنبتدي في الجزء التاني ناخد برضو 7 سنتي بالطريقة دي يا بنات. نبتدي بسم الله نحط الدبوس بتاعنا بالطريقة دي. اهم حاجة نتأكد ان الدبوس مظبوط يا بنات. تمام، 7 سنتي برضو. تمام يا بنات، وهنبتدي بسم الله هنخلي الدبابيس بره الجزئية اللي احنا هنشتغل عليها. تمام يا بنات، بالطريقة دي. تمام، يعني هنا الدبوس ده بره الشغل وهنا بره الشغل. بتمنى تكون واضحة معاكم يا بنات. تمام، خدتوا بالكم من النقطة دي؟ تمام، هنبتدي نجيب الجزء ده بالطريقة دي هنا. تمام، بالطريقة دي يا بنات اهي. تمام، شايفين يا بنات كده مظبوطة معانا. والناحية التانية هنا. تمام، هنسحب بقى دبوس من هنا. احنا كده كده متأكدين ان احنا شغلنا ايه ثابت كويس ومظبوط. تمام، هنثبته في المنتصف بالطريقة دي. تمام، وهنشيل الدبوس التاني. كده خلاص خلصنا الشكل بتاعنا. تمام يا بنات، كده خلصنا الشكل بتاعنا يا بنات. تمام، طبعا يا بنات كده خلصنا الموديل بتاعنا. هنبتدي نشتغل عليه بالطريقة دي، نخلي الزاويتين على بعض. تمام يا بنات، بالطريقة دي عشان يكون المنتصف مظبوط معانا. هنبتدي نحدد المنتصف هنا. تمام، عشان على اساس المنتصف هنا هنحدد المنتصف بالطريقة دي يا بنات. تمام، تمام يا بنات، كده بنكون حددنا المنتصف بتاعنا. هنبتدي نشتغل بالطريقة دي. تمام، اهم حاجة نتأكد ان احنا حاطين المنتصف على بعضه يا بنات. تمام، وهنقلب الجزء كده. تمام، بالطريقة دي يا بنات. تمام، هنرجع هنا على الجزء التاني ونبتدي نخيط بسم الله الرحمن الرحيم. تلاتة، أربعة، خمسة، ستة يا بنات. 6 غرز يا بنات. تمام، بالطريقة دي نكون خيطنا وهنبتدي
بسم الله الرحمن الرحيم. نشد الخيط بتاعنا بالراحة يا بنات. تمام. ونبتدي نلف الخيط على الفيونكة بتاعتنا بالطريقة دي يا بنات. تمام. وكده هنكون مشدين الخيط بتاعنا. وهنبتدي نربط الخيط. تمام. بالطريقة دي ونشيل الزيادة معانا. تمام. وبكده نكون خلصنا موديل النهاردة. موديل سهل وبسيط وجميل جدا يا بنات. تمام. هنبتدي طبعا نجيب الطرفين كده لو في جزء زيادة. تمام. هنبتدي نقصه بالطريقة دي، مش هنلزقهم تاني في بعض يا بنات. تمام. خلاص هنسيبهم طرفين عادي، هنشيطهم بس بالطريقة دي. بتمنى الموديل يعجبكم، بتمنى تقولوا رأيكم في الكومنتات. وشكرا جدا لكل البنات اللي بتدعمني وبتحط لي لايك وتعليق جميل. هنحتاج يا بنات معانا كليبس 4 سنتي. تمام. طبعا الموديل ده عشان شغالين فيه بالمنقوش فانا سبته من غير اي تزيين نهائي، لان هو مش محتاج تزيين يا بنات. تمام. هنبتدي نجيب الشمع بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنحط كمية شمع مناسبة. تمام. وهنبتدي نحط الكليبس على الايد اليمين يا بنات بالطريقة دي. اهم حاجة نتأكد بس ان الكليبس على ايد اليمين. تمام يا بنات بالطريقة دي. هنتأكد الزن على ايدنا اليمين، تكتاك على الايد اليمين. تمام. هنبتدي بس نضغط عليه كده ثانيتين ونسيب. تمام. هنبتدي نجيب عايزه تقفلي ب1 سنتي نفس اللون. تمام. مفيش مشكله، بس انا هقفل بقطعه من نفس القماشه اللي هي المنقوشه دي. تمام يا بنات. بالطريقه دي هنبتدي. طبعا انا ما خدتش مقاسات ليها ولا اي حاجه. تمام. هنبتدي نجيب نقطه شمع وهنبتدي نضيف بالطريقه دي وناخد المقاس على الفيونكه على طول. تمام. بالطريقه دي يا بنات. كده اخدنا المقاس بتاع ال1 سنتي اللي هنقفل بيه. حبيت يكون منقوش فطبقته بالطريقة دي. تمام. هنبتدي نضيف نقطة شمع بسيطة وهنبتدي نقفل بالطريقة دي يا بنات. بسم الله. موديل بجد بسيط وجميل جدا، اللهم بارك. بتمنى الموديل يعجبكم، بتمنى تقولوا رأيكم في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتمنى تقولوا رايكم في الكومنتات يا بنات. طبعا موديل جميل جدا وبسيط ومش مكلف على فكره خالص يا بنات. خامات يعني تقريبا حوالي 60 سنتي ستان. عملنا الموديل الجميل ده. ايه رايكم بقى في الموديل الجميل ده؟ شايفين الجمال بتاعه؟ اللهم بارك. طبعا هنا
انا كنت هنا مقفله بطريقه تانية في التقفيل، اللي هي طريقه التقفيل العاديه، بس بجد القطعه المنقوشه لما طبقتها هنا طلعت اجمل واشيك كتير عن اللي هنا ساده، فمش شكلها لطيف خالص. بجد عجبني جدا جدا جدا. بتمنى الموديل يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ودمتم في رعايه الله وحفظه. مع السلامه.